السلام عليكم. اليوم جبت لكم لاير كيك اسفنجية وناجحة. كيكة خفيفة وتصلح لكل المناسبات. وشوفوا كيفاش كل طبقة باقية هشة ومنفوشة حتى بعد التقطيع. ويلا نمرر المقادير والطريقة. هنا عندي 5 بيض درجة حرارة المطبخ، 150 غرام سكر، 150 غرام فرينة، قرصة ملح وفانيلا. نبدأ نفصل الصفار على البياض. نزيد له قرصة ملح ونبدأ نطلع البياض، نخفقوه مليح حتى يولي موس يشد ويولي ثابت. نطلع البياض حتى يولي في هذا القوام، ومن بعد نضيف السكر تدريجيا شويه بشويه مع الخفق حتى يولي الخليط لامع وناعم. هنا نبدا نضيف الصفار حبه بحبه ونخلط في نفس الوقت باش يندمج مليح وما يهبطش الخليط. نضيف الفانيلا باش نحيو ريحه البيض. نضيف الفرينة تدريجيا ونخلط برفق من تحت للفوق باش نحافظوا على الهواء وما يطيحش الخليط. نكمل بنفس الطريقة حتى تخلص الفرينة. وهذا هو القوام اللي راح نتحصل عليه. ندهن كامل المول بالزبدة ونلصق ورق الزبدة ونصب الخليط برفق. نسخن الفرن ونطيبه على 160 درجة من 30 حتى 40 دقيقة. بعد ما تطيب نطفي الفرن ونخليها فيه 10 دقائق باش ما تهبطش. في الفرن دخلي عود خشبي، اذا خرج نضيف الكيكه طابت، واذا فيها عجينه لاصقه خليها تزيد تطيب شويه. بالنسبه للكميه اللي درت انا خرجت لي 2 كيكات كيما هذه، خاطر المول صغير وهذه الكميات تكفي المول 15 سنتيمتر ارتفاع و15 سنتيمتر عرض. وشوفوا النتيجه، كيكه خفيفه وتذوب في الفم، ناجحه 100%. نخليها تبرد مليح، انا خليتها 8 ساعات. اذا تقدروا خليوها الغدوه احسن باش تقطع بسهوله. الفيديو الجاي راح نوريكم كيفاش تزينوا هاد اللاير كيك بشكل رائع وبنين بزاف. خليكم متابعين، لا تنسوا دعمي بلايك وسبسكرايب. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.